ربنا يرحم الكابتن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق اللي ناس كتير ربطت بين وفاته ووفاة اللاعب أحمد رفعت اللي اتعرض لظلم كبير قبل وفاته برضه. وفي ناس ابتدت تتكلم إن الكابتن إيهاب جلال اتعرض لظلم كبير أثناء توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، واللي استمرت لمدة شهرين بس، خاض خلالها 3 مباريات وتمت إقالته وهو في الطيارة حتى بدون انتظار وصوله. وده اللي صرح بيه مقربين من الكابتن إيهاب جلال إن الموضوع ده ضايقه جدا وقتها. ده غير الضغط العصبي الرهيب اللي تعرض له الفترة الأخيرة أثناء تدريبه النادي الإسماعيلي عشان يحافظ على حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز. وكانت آخر لقطات للكابتن إيهاب جلال أثناء مباراة الإسماعيلي مع زد في نص نهائي كاس مصر، واللي خسروا الإسماعيلي، وبعدها تدهورت الحالة الصحية للكابتن إيهاب جلال. ربنا يرحمه، يرحم الكابتن إيهاب جلال، وربنا يرحم الكابتن أحمد رفعت، وربنا يرحمنا من المنظومة الرياضية الفاسدة.